اكتر حاجه بتلخبطك في المذاكره ودايما بتفاجئك في الامتحان. الخلاصه في جملتين: لو العلاقه اللي انت عايزها علاقه قسمه يبقى بفكر في الميل، اما لو العلاقه اللي انت عايزها علاقه ضرب يبقى المساحه تحت المنحنى. بص معايا في المثالين دول وانت تاخد الخلاصه. الرسمه الاولانيه ما بين الجهد والتيار. لو طلبت منك تحسب المقاومه المفروض بتساوي الجهد على التيار. استنى كده، دي علاقة قسمة، يبقى أنا عايز الميل، يعني ببساطة أجيب الجهد 200 على التيار 45 أوم. لو طلبت منك تحسب لي القدرة، لا استنى، عندك القدرة بتساوي الجهد في التيار، دي علاقة ضرب، تبقى المساحة تحت المنحنى. أكبر غلطة هتغلطها إنك تقول لي 200 في 5، لا، انت لازم تشوف المنحنى والمساحة اللي تحته. انا عايز المساحة دي شكلها ايه؟ مثلث. طب مساحة المثلث ايه؟ افتكر نص القاعدة في الارتفاع. بص كده هتساوي معايا ايه؟ يبقى نص ضرب القاعدة بالنسبة لي اللي هي 5 امبير ضرب الارتفاع بالنسبة لي ال 200 فولت 500 واط. تاني، وده من اشهر العلاقات اللي دايما بتيجي في الامتحان: التيار والزمن، واقول لك انا عايز الكميه الكهربيه. اول حاجه بتفكر فيها ان الكيو بتساوي الاي ضرب التي، بس للاسف العلاقه ضرب، يبقى انا عايز المساحه. هتقول لي 6 في 6 ب 36، اي علاقه ضرب صريحه هتعملها هنا هتبقى غلط. طب اعمل ايه؟ اشوف الشكل بتاعي، دي المساحه اللي انا عايزها، هتاخدها على بعضها مش هينفع. طب الحل، قسمها لقطعتين. دي القطعة الأولى أهي عبارة عن مستطيل، ودي القطعة الثانية عبارة عن مثلث. المستطيل الطول في العرض 4 في 6 ب 24 زائد المثلث لسه قايلين نص طول القاعدة في الارتفاع. ركز معايا في الحتة دي عشان في طلبة كتير بتتلخبط فيها. يبقى هقول لك نص ضرب القاعدة بالنسبة لك انت معاك هنا اهو من الصفر للاتنين، طول الحتة دي كده من الصفر للاتنين باتنين، ضرب الارتفاع. اوعى تقول لي 6، لا، ده انا بادئ من هنا، يعني من 4 ل 6، يبقى ضرب 2 كمان هتساوي 2 كولوم. اجمالي 2 زائد 24 تطلع 26 كولوم. يا ريت لو لايك وشير، ولو عندكم اي حاجه ملخبطاكم في المنهج ابعتوها لي في الكومنت وانا هتابع معاكم اول باول. سلام عليكم.